بداية نود أن تقدمون أنفسكم لقراء أصداء المغرب العربي. مصطفى مايزي، ناشط في حراك المبارك تاع مدينة جرابة. طيب، لو تسلطون الضوء على الحراك اليوم. الحراك اليوم جاء كنتيجه لمجموعه ديال النقاشات اللي تفرزت في معظم الاحياء التابعه لمدينه جرادة وكذلك الاحواز اقليم جرادة، انطلاقا من النتائج المؤسفه نتاع الحوار اللي دار بعماله مدينه جرادة وبين الممثلين تاع الحراك وكذلك كل المتدخلين ديال مدينه جرادة في علاقتهم بالسيد الوزير تاع الطاقه والمعادن. نتائج لم ترقى الى مستوى التطلعات ديال الساكنه، لانه كانت هناك 3 محاور اساسيه تم التغاضي عنها، اللي هي الاعفاء او تخفيف الاعباء نتاع الماء والكهرباء، وكذلك البديل الاقتصادي للطي نتاع الصفحه نتاع الماضي الاسود نتاع الفحم الحجري، وكذلك المحاسبه او تفعيل المبدا الدستوري ربط المسؤوليه بالمحاسبه، انطلاقا من الشعارات اللي تم الترويج لها وانطلاقا من الخلاصات التي لم ترقى كما قلت سابقا لمستوى التطلعات. نحن هنا مجددا لنقول بصوت واحد لكي يسمعه العالم اننا غير راضون على السياسه الحكوميه في شتى المجالات، خاصه في المجال التنموي ومحاربه الفوارق الاجتماعيه بين الجهات. يعني هذه رساله مجددا لكافه المعنيين بالتدخل العاجل والطارئ لاخراج هذه المدينه التاريخيه من الازمه الخانقه التي تعيشها. شكرا. صامدون.